السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم بحل أوراق عمل للوحدة الأولى في مادة الرياضيات للصف الرابع المنهج القطري. نبدأ في السؤال الأول أي مما يلي يمثل الصيغة القياسية لكتابة العدد؟ لدي هنا 8450 واحد. هنا فئة الآحاد، الواحد في فئة الآحاد، 50 في فئة العشرات، 400 في فئة المئات، 8000 في فئة آحاد الآلاف. ضعهم هنا إذن، فالرقم هو 8451. الجواب رقم B. السؤال الثاني الآن، أي مما يلي يمثل الصيغة القياسية لكتابة العدد؟ أنظر إلى أحدد أولا المنازل، 7 هي الآحاد، 20 هي العشرات، 100 في منزلة المئات، 3000 في منزلة آحاد الآلاف. فإذا الرقم هو كالتالي: 3127. الجواب الأول A. السؤال الثالث الآن، أي مما يلي يبين قيم الرقم 4 في العدد 2448. إذن لدي هنا أحدد المنازل، 8 في منزلة الآحاد، 4 في منزلة العشرات، 4 الأخرى في منزلة المئات، 2 في منزلة آحاد الآلاف. إذن عندي هنا 8 4 4 2. آحاد هذه، عشرات، مئات، آحاد الآلاف. فإذا الأربعة الأولى هنا هي في منزلة العشرات، فإذا هي تساوي 40. أما الأربعة الأخرى فهي في منزلة المئات، أي تساوي 400. فإذا الناتج هو الجواب B، 40 و400. السؤال الآن الرابع. السؤال الرابع هنا، أي مما يأتي يمثل العدد 175262 باستخدام الصيغة القياسية؟ أولا نبدأ في العدد هو 100، نكتب 175، أي 75,000. 200 نضع 262 باستخدام الصيغة القياسية. إذن فالرقم هو 175,262، والجواب هو A. السؤال الخامس الآن، أي مما يأتي يمثل العدد 356,039. نكتب ما نقرأ 356,039. إنني أقول هنا 39، لم أذكر فئة المئات. إذن بما أني لم أذكر فئة المئات، فنكتب في فئة المئات العدد 0، فالناتج يكون 356,039، وهو الرقم الناتج رقم C، الخيار الثالث. السؤال السادس الآن، أي مما يأتي يبين قيم الرقمين 5 في العدد 35,573. نكتب الرقم هنا ونبين
المنازل بداية. 3 هي الآحاد، 7 في منزلة العشرات، 5 في منزلة المئات، 5 الأخرى في منزلة آحاد الآلاف، 3 هنا في منزلة عشرات الآلاف. والمطلوب مني هو 5 هذه و5 هذه. إذن 5 في منزلة المئات وهي 500، 5 في منزلة آحاد الآلاف وهي 5000، أي مع 3 أصفار. فإذا الجواب هو الناتج هو دي، الخيار الأخير. فننتقل الآن إلى السؤال السابع. أي مما يأتي يمثل القيمة المنزلية للرقم الذي تحته خط، وهو الرقم هنا، هذا الرقم. أنا لدي خط تحت الرقم 5. نحدد منازل الأرقام. 4 هي الآحاد، 9 هي العشرات، 8 هي المئات، 5 هي آحاد الآلاف. وبما أن آحاد الآلاف ف5 هنا يليها 3 أرقام، أي 3 أصفار، فسوف يكون الناتج هو سي، 5000. والآن السؤال الثامن. أي مما يأتي يمثل ناتج تقريب العدد 3292 إلى منزلة الرقم الذي تحته خط. منزلة الرقم الذي تحته خط 2 هو في منزلة المئات. فلنرى المنازل. أولا الآحاد، العشرات، المئات. إذن 2 هنا في منزلة المئات. الرقم هو 3292. 9 هي أكبر تماما من 5، فإذا ناتج التقريب أضيف إلى فئة المئات 1، ويكون الناتج هو سي، 3300. والآن السؤال التاسع. أي مما يأتي يمثل تقريب العدد 21584 إلى أقرب 100. حدد لي في الكلام إلى أقرب 100، أي فئة المئات. هنا 4 هي الآحاد، 8 هي العشرات، 5 هي فئة المئات. إذن 21 كما هي أكتبها. 8 هي هنا العشرات أكبر تماما من 5، فإذا أضيف 1 إلى فئة المئات. المئات هنا رقمها 5، فإذا تصبح 6 وأصفر ما يليها، فيصبح الناتج 21600. فإذا الناتج هو الخيار B. والآن السؤال العاشر. أي مما يأتي يمثل تقريب العدد 9483 إلى أقرب 10، أي نرى هنا 3 هي الآحاد، 8 هي العشرات. فننظر إلى الرقم الذي بجانب فئة العشرات الذي هو الآحاد، وهو رقم 3.
3 هي أصغر تماما من 5، فإذا أضع الرقم 9 4، 8 يبقى كما هو وأصفر ما يلي دون أن أضيف. فإذا الناتج هو سي 9480. الآن السؤال رقم 11: أي مما يأتي يبين قيم الرقمين 8 في العدد التالي. لدي 8 هنا في فئة الآحاد، و8 هنا في فئة، نرى هنا الآحاد، العشرات، المئات، آحاد الآلاف، عشرات الآلاف. وبما أنها عشرات الآلاف فإذا 8 كم صفر لديها؟ نرى كم عدد بعد 8 هنا أتى 4 أعداد، أي 4 أصفار. أما العدد 8 الأول في الآحاد لم يأتي بعده أي رقم، فإذا 8 كما هو. فإذا الناتج سوف يكون هو سي. الآن السؤال رقم 12: أي مما يأتي يمثل تقريب العدد 685 إلى أقرب 10؟ 685 هذه فئة الآحاد، وهنا العشرات، والسؤال يقول لي تقريب إلى أقرب 10، أي إلى منزلة العشرات. فننظر إلى الفئة التي هي بجانب فئة العشرات وهي الآحاد، هو 5، أي هو يساوي 5. فإذا أضيف 1 إلى فئة العشرات وأصفر ما يليها، فإذا الناتج يكون 690، وهو الجواب سي. وبهذا السؤال نختم فيديو اليوم، ونكمل أوراق العمل في الوحدة الأولى في الفيديو التالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.